في زمن بقى فيه التربية تحدي، وفي دنيا مليانة مغريات وصعوبات، في أب واحد قدر يغير القواعد أو يكتب اسمه بحروف من ذهب في كتاب النجاح. راجل بسيط مفيش حد راهن عليه خالص، لكنه راهن على نفسه وعلى عياله. غرس فيهم الحلم وعلمهم النجاح مش صدفة. النجاح يا جماعة مش صدفة، النجاح اختيار. واحد صاحبي أعرفه ما شفتوش من زمان، وفي يوم كده قابلته من بعد اكتر من 20 سنة، واستأذنته ان انا اذيع الكلام اللي هو قاله لي لانه اثر فيا قوي، وحسيت بالفخر وهو بيتكلم، وتمنيت ان يعني مش هكون نفس الظروف اللي هو فيه. تمنيت ان ولادي بعد تعب كبير وبعد تعب تربية كبير ان ولادي يطلعوا لهم شأن ويتعلموا تعليم كويس، ويكون لهم نصيب وحظ في المجتمع ان هم يكونوا كويسين وتربوا كويس وتعلموا كويس. ايه اللي حصل مع الراجل ده؟ الراجل ده كان بسيط جدا، ومن الوهلة الاولى كده لما تشوفه تحس ان هو راجل بسيط وتتحنن عليه باي حاجة. بقى انا عن نفسي بتحنن عليه بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة والمعاملة الطيبة، لان هي دي جبلة الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الانسان، ان انت ما تقبحش ولا تتكبر ولا تتعالى على اي حد بسيط او راجل ضعيف في الحياة. ايه اللي حصل بقى؟ الراجل ده ما كانش عنده اي مقومات في الحياة، وخد نصيبه من الدنيا زي اي حد، وكان عاش في بيئة يعني بيئة عادية جدا. البيئة ديت ما ادتلوش حظه كويس في التعليم، ولا هو يكون راجل مميز وسط الناس في المجتمع ويفيد المجتمع. ولكن الراجل ده انا بعتبره اذكى اب شفته. عمل ايه الراجل ده؟ كان نفسه يشوف عياله احسن حد، وكان نفسه يشوف عياله دكتور او مهندس او حد له قيمه وقامه في المجتمع، وما كانش عنده اي حيله، وما كانش متعلم العلم اللي هو يؤهله ان هو يطلع نشء جميل ونشء ان هو ينفع المجتمع ولا ينفع نفسه. فبالتالي عمل ايه؟ ربنا هداه كده واستخار ربنا، وراح لراجل كان يعرفه صاحب مصنع. راح له قال له انا عندي ولدين، وانا ما عنديش مقومات ولا فلوس ان انا اعلمهم تعليم كويس، ونفسي اشوف ابني ده دكتور واشوفه مهندس واشوف ولادي دول يبقى لهم قيمه وقامه في المجتمع. خد عيالي وتوكل على الله، ولو ما كانش ليك حسنه في الدنيا خلي الحسنه ديت هم عيالي، وخلي عيالي دول صدقه جاريه ليك في الدنيا وفي الاخره. عمل ايه الراجل ده؟ ساب الاولاد الاطفال عند الراجل ده وفي المصنع، والراجل ما شاء الله تكفل بهم وعلمهم صنعة، وما شاء الله تبارك الرحمن بقوا العيال دلوقتي من أحسن ما يمكن. هم على المستوى الشخصي أصدقائي حتى الآن. الأولاد دول ضربوا يعني ليا نموذج. أنا بصراحة أنا احترت فيه إن إزاي الأب ده بعدم قدرته، والأب ده بعدم علمه أو بفهمه للحياة، وراجل بسيط، وإن هو يوصل عياله للمرحلة التعليمية ديت. والأدب، الادب اللي بنشوفه في عيون الناس الطيبه المحترمه دي، مش بقى اصحاب الجاه والمال اللي ولادهم متفلتين منهم وعمالين يتشتكوا على الناس بالالفاظ ويتعالوا عليهم بافره السيارات، وان هم عمالين لا 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 لا, لا. انت في الاخر ايه؟ انت مهندس والابن الراجل الطيب ده طلع مهندس، انت دكتور ابنه طلع دكتور. انت ان اكرمكم عند الله اتقاكم، على فكره، وليست التقوى بكثره الروايه، انما التقوى بالخشيه. اسمع مني، التقوى بالخشيه. مش معنى ان انت حافظ بقى امهات الكتب وما عندكش اخلاق، وحافظ امهات الكتب وولادك زي الزفت. ربنا يحفظكم ويبارك في اولادكم. والمثال ده انا بذكره عشان كله يتعلم، وانا اولكم اتعلم منه. الراجل ما شاء الله تبارك الرحمن خد الاولاد، علمهم، رباهم، بقوا لهم شأن وقامة وقيمة، وبقى معاهم في ايديهم صنعة، بلس زائد ان هم ايه؟ بقوا دكاترة ومهندسين. الله اكبر. اسأل الله عز وجل ان يحفظهم بحفظه، وان يكلأهم برعايته، وان يجعلهم بارين لابيهم وامهم والمجتمع. الشباب دول من احسن ما رأت عيني في التربية والاخلاق والعلم، كل حاجة يعني. مع صنعة غير اصلا، غير تعليمه اصلا، مع صنعة غير تعليمه. بقى مع الاتنين براجل بسيط، راجل يعني عاش لعياله، وقعد يدعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو ولاده يطرح فيهم البركة ويبارك فيهم، ويشوفهم زهرة منورة، وفعلا ازهرت وشافهم منورين. اسأل الله عز وجل ان يبارك له وان يحفظه وان يبارك لنا في اولادنا جميعا. وعلى منبري ده
بشكر هذا الرجل صاحب المصنع، صاحب الخلق، صاحب القلب، صاحب السماحة، صاحب الرحمة، إن هو خد الأولاد ديت وتكفل بيهم وربهم أحسن تربية. وجزاك الله خير وفي ميزان حسناتك، وبإذن الله اللي انت عملته هيعود لعيالك وليك في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. وانت يا أب وانت يا أم اوعوا تتكبري، يعني ده راجل مثال وعمل كده. انا مش بقول لك روحي ودي عيالك لراجل صاحب مصنع ولا حد يربي لك عيالك، لا، انتوا الحمد لله انتوا في زمن دلوقتي كل حاجه متاحه، في زمن السوشيال ميديا، زمن الذكاء الاصطناعي، زمن العلم، كل حاجه متوفره، التعليم مجاني، كل حاجه ميسره، محدش عنده حجه، عشان ولادكم هيحاسبوكم بكره، ولادكم هيحاسبوكم. اوعى تتكبر ان انت تعلم ابنك وتربيه. لو انت عاوز تعرف فعلا ان ابنك هيتربى صح، بص لنفسك. لو انت عاوز ابنك يطلع زيك او نفس التربيه اللي انت تربيتها، ربي يا عم وتوكل على الله، وان شاء الله يعني اللي انت زرعته هتجنيه. ولكن في ابهات وامهات مفكرين ان التربيه هي ان انا اودي ابني المدرسه واجيبه من المدرسه واجيب له المدرس واجيب له اوديه السنتر واجيب له مدرسين يدرسوا له في البيت، وخلاص كده انا عملت دوري في الحياه كاب وام وخلاص. وانا اعمل ايه؟ ومفرمه الحياه واخدانا والتحديات بتاعه الحياه واخدانا، وسايبين عيالنا لان احنا ده العيال كويسين. مين قال لك كويسين؟ طيب انت علمت، فين التربيه؟ طيب ايه المشكله ان انت علمت ومفيش تربيه؟ ايه المشكله؟ اوعى تتكبر، اوعى تتكبر، واسمع وشوف المتخصصين ودور ازاي تربي ابنك. يا عم افتح تليفونك كده ومش قادر ان انت عندك كبر ولا عجب في نفسك، بص لرميتك في اول حاجه وامسك تليفونك قول كيف اربي ابني، اي بحث كده وكيف اربي ابني، هتحس ان انت قسما بالله والله ما تعرف اي حاجه. وان انت تبص تلاقي نفسك تربيتك كلها كنت تربيتك كلها غلط. اتقوا الله في اولادكم. ده مثال يحتذى به، بس مش محتذى به ان انا اروح ارمي عيالي لاي حد يربيهم، لا، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. خلي بالك الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه انتم عارفينه، بس من باب وذكر. عاوزين نربي نشء يقدر يعتمد على نفسه في الحياه، ويقدر يغير الحياه، ويقدر يساعد اهله ويساعد المجتمع، ويقدر على التحديات اللي موجوده دلوقتي. التحديات اللي موجوده دلوقتي يا اخوان اقسم بالله غير زمان خالص، تحديات ما الله بها عليم. اقسم بالذي رفع السماء بدون عمد ان هذا الزمان على ما فيه الخير على ما فيه الشر، والشر اكثر من الخير اللي فيه. ليه؟ لان احنا شايفين كل حاجه دلوقتي. احنا كنا زمان عشان الواحد يقدر يتفرج على حاجه بيروح يعاني، يشتري فيديو ويشتري شريط ويعمل ويسوي ويجري يمين وشمال، عشان دلوقتي الدنيا سهله. الطفل دلوقتي مش محتاجك اصلا في حياته، الطفل دلوقتي ممكن يكفر بيك. يعني احمدوا ربنا ان انتم في بلاد مسلمه وفي بلاد يحكمها الدين ويحكمها الشريعه الاسلاميه ويحكمها القانون المعتدل المحترم ويحكمها الافاضل ويحكمها العلماء اللي انتم مش عايزين تسمعوا لهم. اسمعوا العلماء واسمعوا لاهل العلم عشان تعرفوا تعلموا عيالكم. سيبكم من الكبر وسيبكم من العجب وسيبكم بقى من العنجهه الفاضيه اللي انتم ماشيين فيها. انا هعرف اربي ابني. يا عم تعرف تربي ابنك ايه؟ ما انا شايف ابنك في الشارع عامل ازاي. انت تربي ابنك فين؟ ما انا شايف ابنك عنده عدوانيه وعنده خجل وعنده مشاكل نفسيه وعنده اضطرابات نفسيه وعنده بيجيبها منين؟ ده كله منك انت يا اب ويا ام. فاتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في اولادكم. واخيرا وليس اخيرا، ده مش اخر كلامنا، ان شاء الله في الكومنتات هكتب لكم القصه كامله للي عاوز يطلع عليها لضيق الوقت. وباذن الله يعني ان شاء الله في احداث كتيره جايه وفي مواقف كتيره ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هذكرها وهتكلم فيها. وقبل ما انصحكم بنصح نفسي وانصح الجميع. اسال الله عز وجل ان يبارك لنا في اولادنا وان يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته وان يبارك في اعمارهم وان يبارك في علمهم وان يحفظهم. وانتظرونا في موقف جديد وحلقه جديده وشاهد جديد وقصه جديده. انا اولكم، تحياتي للجميع، انا وحياتي.